جماعة، أنا في سيناريو تحفيل كده شايل همّه وخايف إن هو يحصل. تعالوا أقول لكم إيه السيناريو ده. خايف إن بعد كل ده مانشستر سيتي يخلّصوا هم التاني وإحنا التالت، ده رقم 1. رقم 2 إن مانشستر سيتي يخلّصوا الموسم ببطولة اللي هي الFA Cup وإحنا نخلّص الموسم من غير أي حاجة خالص. يعني وأنا عارف إن جماهير مانشستر سيتي مستنيين اللحظة دي عشان يقولوا، وجماهير ليفربول هتزيد معاهم برضه، إن هو بعد كل ده أرسنال ومش عارف إيه، وفي الآخر خلّص تالت، ومانشستر سيتي اللي هو كان موسم كارثي عرف يطلع ببطولة، وأرسنال عرف يطلع بولا حاجة. فيعني لو سمحتوا يا لعيبة ويا أرتيتا، احفظونا واحمونا من السيناريو ده ومن التحفيل اللي ممكن يحصل في حاجة زي دي، لإن إحنا مش هنستحملها. واحمونا بإن أنتم تكسبوا الChampions League. خلاص ما فيش option تاني للموسم ده إن إحنا غير إن إحنا نكسب الChampions League. لو طلعنا من المولد بلا حمص كده، أو لو كان موسم تاني صفري، يعني أنا مش عارف أقول لكم، يعني ساعتها بقى لو إحنا مخلّصين فوق سيتي وهُم ما خدوش بطولة، هنترحم من التحفيل ده. غير كده إن هو بقى موسم كارثي يعني حتى لو ما فيش تحفيل. بس أنا باقول لكم، أنا شايف قدّام إيه اللي هيحصل. إن هو لو إحنا ما خدناش الChampions League، لو سيتي خلصوا تحتينا وكسبوا الFA Cup، هيقعد يقول لك إحنا خدنا بطولة وبعد كل ده، وده كان أوحش موسم لينا وعرفنا نطلع ببطولة وأنتم ولا حاجة. ولو ما خدوش FA Cup وخلصوا فوقيك، هيقولوا لك بعد كل ده إحنا التاني وإحنا المنافس الحقيقي لليفربول، مش أنتم حتى في أوحش موسم لينا. ولو خلصوا فوقيك وكسبوا FA Cup، أنت يعني هتتهان. تمام. لو يعني يا رب بس السيناريو ده ما يحصلش، عشان انا عقلي قاعد بيودي ويجيب، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ناخد الشامبيونز ليج ونتحفظ من الكلام ده كله. بس يعني يا رب الاسبوع الجاي مصيري بصراحه. الماتش اللي هنبدا بيه هنا ده انا خايف بصراحه. يعني حاطط ايدي على قلبي. ويعني الماتش اللي فات اللي لعبناه في الدوري قدام احنا لعبنا مين في الدوري؟ والله نسيت. كريستال بالاس. بصراحه ما كانش مطمئن خالص. تمام. فخير ان شاء الله، خير ان شاء الله. وقولوا لي كده ايه رايكم في الكومنتس.